مساء الخير. إيقاف جديد لقيد نادي الزمالك في الفترة من 23/4 ل5/5. توقف إيقاف نادي الزمالك مرتين. عارف يعني إيه في فترة 10 أيام نادي يتوقف مرتين بسبب مستحقات متأخرة؟ وهي بسبب باتشيكو فرجاني ساسي وخالد بوطيب. ولو جيت تحلل الموضوع ده ومين السبب؟ السبب هو الإدارة مش اللاعب اللي له مستحقات، لأن الإدارة ما حطاش أي قوانين في عقد أي لاعب أو مدرب، والشروط بتقول إن أنت اللاعب جيت معاه حققت تارجت معين، يعني عدد أهداف عدد أسيستات، ده في كل العالم إلا في الزمالك، أو في كل الأندية إلا في الزمالك، اللي هو لك تارجت معاه معين، لك أسيستات، لك أهداف، لك بطولة حققتها وأنت بتلعب مع الفريق فبتاخد الرقم المعين. لكن الزمالك ما عندهوش أي فكرة زي كده لأي لعيب، لا هو اللعيب بيجي عايز كام خد اللي أنت عايزه والدنيا تمام وتعالى العب. مجرد ما اللعيب بيمشي بغلب كل مستحقاته فجأة يتوقف قيد، وكل فترة نرجع ريما لعادتها القديمة، كل سنة يتوقف قيد الزمالك مرة واثنين وثلاثة. يعني انت لو تفتكر يعني اللي ليه حسنة وحيدة مع جمهور الزمالك واللي بيحبه هو فرجاني ساسي، يعني كان أداؤه يستحق كل جنيه بياخده. لكن مثلا واحد زي خالد بوطيب ليه كل الاحترام والتقدير كشخص، لكن انت كلاعب خالد بوطيب ما قدمتش اي حاجة لنادي الزمالك. هل خالد بوطيب قدم اي شيء لنادي الزمالك؟ لا طبعا. يعني هو هدف يعني سجله في البطولة قبل كده ولا ركلة جزاء استلم استلامه كويس؟ ما شفناش حاجة زي كده من خالد بوطيب اصلا. لكن خالد بوطيب من الأسباب الرئيسية في إيقاف قيد نادي الزمالك. أنت عندك باتشيكو، خالد بوطيب، فرجاني ساسي. فرجاني ساسي مش مشكلة، يعني لو طلب حقه فهو ادانا حقنا، لكن باتشيكو أصلا غير موجود، خالد بوطيب أصلا غير موجود. فدلوقتي الزمالك أصبح مطالب بدفع 100 مليون جنيه. طب 100 مليون جنيه إيه اللي وصل الزمالك للرقم ده؟ هو سوء الإدارة عزيز الزمالكاوي. أنت عندك سوء إدارة أزلية غير متغيرة وغير متجددة. في سوء إدارة في نادي الزمالك وكل سنة نفس الكلام، وكل سنة نفس الحكاوي بتتحكي، وكل سنة هي. يعني عندك سوء إدارة بطريقة غريبة. عكس كده مع النادي الأهلي. يعني النادي الأهلي ده النادي الأهلي يعني يمكن بيدفع مستحقات اللعيبة قبل ميعادها. في اللعيب في أريحية، يعني أنا كلاعب بلعب فأنت بتديني فلوسي فأنا لازم ألعب. يعني أنت هترجع تعاتبني، أنت وفرت لي كل حاجة فأنا لازم أوفر لك الجزء بتاعك كمان. يعني من ضمن الحاجات الغريبة والعجيبة هو المدرب في نادي الزمالك. المدرب في نادي الزمالك بيتغير كل شهرين. انت عارف يعني ايه عزيز الزملكاوي مدرب بيتغير كل شهرين؟ العكس طبعا في الاهلي. بس يعني اقول ما المدرب بيجي الاهلي يلاقي لعيبة وياخد بطولات، واي مدرب بيمسك الاهلي بياخد بطولات. هقول لك بعيدا عن أي حاجة، في إدارة في النادي الأهلي تحترم جدا جدا جدا، وهقول لك الأسباب دي في آخر الفيديو. تابع معايا الفيديو للآخر وما تنسناش باللايك والمتابعة، وتابع معايا للآخر وهتعرف كل حاجة معايا واحدة واحدة. أنت عندك المدرب الأخير بسيرو ده يعني غريب، يعني هو مدرب ولا يعني جاي منين ولا ايه؟ بس هي كل الحكايه المدرسه برتغاليه، والمدرسه البرتغاليه هي اللي بتظبط مع نادي الزمالك، فاي مدرب برتغالي هيظبط. يا عم هو فييرا وما حصلش بعده. فانت في الفتره دي دوره غير مدرب، فالفتره دي خلاص رايحين يمشوا مين؟ يمشوا بيسيرو. طبعا المدربين المقترحه مدربين محليه. طب ليه مقترحه مدربين محليه؟ ابسط الامور، لانك بتجلد مش اكتر. لانك بتجلد مش اكتر، بعيدا عن كوني زملكاوي، لكن هي الحقيقه الحصلانه اللي انت مجبر تتكلمها
شخص طبيعي، انت بتجلد مش اكتر. طب انت بتجلد مين؟ بتجلد الاهلي مش مدرب اجنبي فجأة، ولا مدرب ايه محلي. طبعا فاز مباراتين والدنيا فل 100 فل 14، لكن هل المدرب هيكمل؟ لا، الاهلي حاليا بيجيب مدرب بمواصفات عالميه وبارقام خياليه اصلا، يعني هيدفع له فلوس، يعني رقم فلكي. المدرب هيبقى لاول مره في مصر ده رقم يدفع المدرب بالشكل ده. طبعا عندك بسيرو عايز تمشيه، فانت هيجيب دلوقتي مين؟ عندك اربع اسامي مقترحه: معتمد جمال، محمود بسيوني، طارق مصطفى، مؤمن سليمان. وحط 100 خط احمر تحت مؤمن سليمان، لانه مؤمن سليمان مسك الزمالك فتره، اخذ اكثر من بطوله، كان عنده اداء حلو فعلا واداء مختلف عن بقيه المدربين المحليين، بس جاب فتره ووقع. طبيعي اي مدرب مش هو نمبر 1 ولا محدش بيوقع. لا، اي مدرب بيبقى له فتره وبيوقع. انت عندك في الفتره الاخيره الاهلي مع مارسيل كولر، الاهلي خد بطولتين افريقيا ورا بعض. الاهلي شوف خد كام دوري مع مارسيل كولر، شوف كام بطولة تانيين خارج افريقيا، ورغم كده اداؤه بقى سيء. الاهلي حاول مره واثنين وثلاثه مع مارسيل كولر، لان مارسيل كولر ده هو اللي جايب لعيبه، وهو اللي مريح لعيبه، وهو اللي بيحط التشكيل، وهو اللي بيعمل كل حاجه. فالاهلي فضل بقى عليه علشان هو اللي فاهم الفريق في الوقت الحالي. عكس كده مع الزمالك، هو المدرب بيجي بياخد شهرين ويمشي، فيجي فتره انتقالات، فالاداره هي اللي تجيب لعيبه، لان هي بتجيب مدرب فتره الانتقالات محلي، فالمدرب جاي مؤقت، فالمدرب مش بيختار اي لعيب، فيجي الاداره تجيب لعيبه وفجاه تجيب مدرب، فالمدرب جاي على لعيبه جديده فلسه هيتعرف عليهم. طبعا نتائج سيئه يروح يمشي المدرب، تيجي فتره انتقالات تجيب مدرب تاني وانت اللي تختار له اللعيب ويجي على اللعيبه، فالمدرب مش بيختار اي لعيبه. ونفس العك بيحصل كل سنة، نفس العك عزيز الزملكاوي بيحصل كل سنة، ومش عارفين جمهور الزمالك يتحمل ايه وايه بسبب الإدارة الحالية أصلا. واللي ليه حسنة وحيدة ممكن يفتكرها بيها الزمالك هو المدرب طارق مصطفى. المدرب طارق مصطفى مدرب البنك الأهلي، الشخص الخلوق جدا جدا المحترم الزملكاوي، حاطط بند في العقد بتاعه مع البنك الأهلي إنه في حال الزمالك طلبني في أي وقت أنا همشي أروح الزمالك على طول. يعني في بند ثابت في عقد طارق مصطفى مع البنك الأهلي، لو الزمالك طلبني أنا ماشي. يعني زي ما بيقول لك كده، أنا معاك في أي حاجة ومش هسيبك، لكن إلا الزمالك لو طلبني في أي وقت أنا همشي. وللأمانة وللحق، طارق مصطفى في الفترة الأخيرة مع البنك الأهلي نتائجه ممتازة جدا 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 جدا، لكن أنت محتاج مدرب يثبت لفترة مع النادي عشان يختار لعيبة وعشان يبني فريق. أنت مش عارف تبني فريق ده أصلا، مفيش مدرب ثابت. الإدارة هي اللي بتجيب لعيبة. طب الإدارة بتجيب لعيبة بناء على إيه؟ الإدارة بتجيب لعيبة بناء على معرفة. تعالى فلان، أنت حبيبي أنا من النادي الفلاني، عندي لعيب مثلا خط وسط، تعالى خده. تتفاجأ إن اللعيب خط وسط ده دونجا أو زي دونجا، تتفاجأ إن لعيب لعب معاه مباراة ولا اتنين ورقص رقصتين ثلاثة وحط السماعة فوق كتفه، فجأة مفيش خط وسط خالص. فجأة اللعيب بيصرخ في الملعب وبيعترض على الحكم مع اللعيب وخلاص عشان ياخد لقطة حاليا دونجا. خلصنا من موضوع نادي الزمالك واخبار الزمالك، نروح للنادي الاهلي بادارته يعني اللي ملهاش وصف، والخمسات يا عم اللي بتكسبها عزيزي الاهلاوي الفتره الاخيره. يعني الاهلي من 5-5، و يعني في حاجات كده غريبه بتحصل جنبك، يعني تحسسك انك مش موجود. يعني فجاه الاهلي يطلع لك بحاجه، فجأة بيراميدز يخسر، الأهلي يفوز، الزمالك يتعادل. طبيعي. طبعا احنا متعودين على الزمالك ان هو كان هيتعادل، والحمد لله اصلا ان هو اتعادل، لان كل الجمهور الزمالكاوي كان متاكد ان الزمالك يخسر المباراه دي. الزمالك مش بتتقشر له الحاجه وتتحط له على الطبق، لا،
ما بيعرفش يكملها. يعني الزمالك لقى ان بيراميدز تعادل والاهلي فاز، الاهلي قلص الفارق، انت كمان قلص الفارق مع الاهلي ومع بيراميدز، دي فرصه. لا، انا اتعادل، والحمد لله ان هو تعادل اصلا. كمان عندك الاهلي وضع مكافأة لعيبته في حال الفوز على النادي المصري في المباراة المقبلة، لأن المباراة المقبلة للأهلي مهمة جدا جدا، وهي مع النادي المصري، والنادي المصري نادي قوي وعنيد، وأداء ورجولة لعيبته في الملعب مختلفين وغير متوقعين. فالأهلي وضع مكافأة علشان يحفز لعيبته، والأهلي في المكافآت يعني مجرد ما تخلص المباراة ممكن يديك المكافأة وهو ماشي، فاللعيب عارف إن التحفيز فعلا هيثبت عليه. كمان النادي الأهلي بيدور على لعيبة في خط الدفاع. طب النادي الأهلي أنت ناقصك لعيبة ولا ناقصك أي حاجة في الفترة الأخيرة؟ لا، بس بكمل. يعني في الفترة الأخيرة شهدت الفترة دي مماطلة من رامي ربيعة للنادي الأهلي، وهو عايز 85 مليون جنيه علشان يجدد في الأهلي. طيب الأهلي خلاص هحاول معاه مرة واثنين وثلاثة لحد ما يجدد له، بس خد الحلوة بقى رامي ربيعة، أنا بدور على مدافعين تاني. مجرد ما هجيب المدافع عارف إنك دكة، مجرد ما هتلاقي دكة في مكافآت وفي أرقام كتيرة في العقد بتبقى محطوطة للبطولات أو المباريات اللي هتشاركها مش هتاخدها. هياخدها المدافع الجديد. طبعا المدافع الجديد ممكن يجيب رقم قليل أو يجيب رقم كبير على حسب هيكون محلي أو أجنبي، بس الفترة الأخيرة الأهلي عنده مكتمل المقاعد في الأجانب، فأكيد هيكون لاعب محلي. وحاليا في الدوري المصري في أكتر من مدافع محلي الأهلي حاط عينه عليهم، لعيبة كويسة جدا، وحال ظهور أسمائهم هنتكلم عنهم في فيديو خاص ليهم. كمان الأهلي بيدور على بديل علي معلول، وعلي معلول كان هيعتزل ورجع من الاعتزال، وحاليا المدرب الحالي لعب علي معلول والدنيا زي الفل معاه، وكمان علي معلول ليه بديل. لكن الأهلي بيدور على لعيب ثالث، يعني عارف يعني إيه يدور على لعيب ثالث؟ ما هو لعيب أساسي ولعيب دكة ولعيب خارج القائمة، ثلاثة. فاللعيب الأساسي ممكن لا قدر الله يتصاب أو يشطب كورة، فأنت بتنزل الدكة يلعب وتجيب اللي بره القائمة احتياطي. فاللعيب بقى عنده شغف، مرة ياخد دقيقة، مرة ياخد اتنين، مرة ياخد ربع ساعة، مرة ياخد 10 دقايق، فبقى عنده شغف، عنده روح قتالية اللي هو أنزل ملعب هعمل كل اللي علي وزيادة، كمان أدوس على نفسي عشان أفضل حاجز مقعد في المباراة. لكن عكس الكلام ده بيحصل، واحنا بنتكلم هنا برضه نفس المشكلة هي فن الإدارة. عكس الكلام ده بيحصل مع نادي الزمالك. نادي الزمالك عنده 11 لعيب عارفين هم اللي هيلعبوا المباراة، مفيش تاني أصلا. ما عندكش مثال فعلا، يعني أنت هتلعب إزاي؟ هتلعب إزاي بلعيبة أصلا ما عندكش لعيبة عشان تلعب بيها؟ فأنت كل مشكلة اللعيبة في الزمالك اللي هو عارف ال 11 لعيبة عارفين إن هما اللي هيلعبوا كل مباراة، فيلعب مرة كويس، مرة يجلش عن مصطفى شلبي، مرة دونجا يحلو، حاجات غريبة هتحصل في المباراة. ما عندكش حارس أساسي. نادي الزمالك ما عندوش حارس معلومة أساسي، أنت متخيل؟ ما عندوش خط وسط. عبد الله السعيد بيلعب برجل واحدة الحمد لله، بيسند معاه محمد شحاتة. لكن عندك دونجا طبعا غير موجود، اللي هو انت جايب دونجا اصلا علشان خط الوسط، فانت دونجا غير موجود. عكس الكلام ده في الاهلي اللعيب ليه بديل واثنين، فده الفرق في فن الاداره. لو وصلت معانا لاخر الفيديو لايك ومتابعة علشان تشوف كل جديد.